الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله تكونوا بخير يا حبايبي. الليمون، فيديو النهارده بتاعنا خلي الليمون من السنه للسنه. الايام دي رخيص في السوق وكتير، يحاول هاتوا منه قبل ما يغلى يا حبايبي، وتملحيه زي ما هو كده اخضر من غير سليق، يقعد عندك لرمضان، يقعد عندك من السنه للسنه، ولا يتهرى ولا حاجه. ماشي يا حبايبي، صلوا على النبي يا حبايبي. اشتركوا في القناة، والأول مرة يشوفني فعل الجرس، ونشوفوا بقى هنعملوه ازاي. انت هتتعاملي معاه الزيتون الليمون ده معاملة الزيتون بالظبط. يعني انت بتجيب الزيتون الاخضر تنقعيه 3 ايام وتغيري له المية كل يوم، ده نفس النظام. هتنقعيه في المية، ده مغسول ومنقوع في المية 3 ايام، وكل يوم تغيري عليه المية 3 ايام. وتيجي بقى تمسكي الليمونة، تيجي عند الحتة اللي هي اللي تحت دي، تقطعيها بس كده ومن فوق، وتشقيها كده 4 كده. انا سايبة شوية اهم عشان اوريكم تعملوا كده. تنقعيه 3 ايام في المية. ماشي يا حبايبي، كل يوم تغيروا عليه المية من غير سلق. لو انت عايزة تاكليه بسرعة اسلقيه، وبعد اسبوع بعد 10 ايام تاكليه. لكن احنا ده عشان هتخزنيه بره رمضان، ويقعد عندك من السنة للسنة ما يتهراش، ويبقى عندك مدة أطول. خلاص يا حبايبي، اعملوا دي بس كده، وتقطعوا كده 4 اهو. الحتة اللي تحت دي عشان دي اللي بتعمل له المرارة، واحنا كده كده نقعينه 3 ايام ومغيرين له المية، ما فيهوش خلاص، ما فيهوش مرار. صلوا على النبي يا حبايبي، وحطوا اللايكات بتاعتكم الحلوة وفعلوا الجرس، ونشوفوا بقى ايه هنملحوه ازاي. خلاص يا حبايبي، نجيبوا بس ايه معلقة. ماشي يا حبايبي، هنجيبوا بقى ايه المية، مية من الفلتر من عندك. لو ما عندكيش مية من الفلتر هتعملي ايه؟ تغلي المية وتسيبها تغلي. هنعمله ايه؟ تاخدي كده بالكوباية، كل كوباية بتاخد معلقة ملح عشان يطلع مظبوط معاكي الملح بتاعه. كل كوباية تاخد ايه؟ معلقة ملح. حطينا كده 3 4 كوبايات اهم، 5 6 كوبايات مية. هنحطه 6 معالق ملح. ماشي يا حبايبي، كل كوباية عليها معلقة ملح كبيرة. ادي 1 2 3 4 5 6. حطينا 6 كوبايات، 6 معالق ملح. ماشي يا حبايبي، 3 معالق خل، 3 معالق خل. 6 كوبايات 3 معالق خل اهو. بتحطي معلقتين سكر، معلقة سكر. ادي 1 2 معلقتين سكر، وتقلبيهم بقى كده. يبقى حطينا 6 كوبايات ميه مغليه ومتبرده او من الفلتر، 3 معالق خل ومعلقتين سكر عشان يبقى الملح بتاعه مظبوط. خلاص يا حبايبي اهو. وتعبيه بقى كده في البرطمان. هنعبوه في البرطمان اهو. بعد ما قطعنا الحته اللي من تحت وقطعناه ايه 4، شقيناه 4 كده من فوق عشان يفضل عندك. هتحط قرن فلفل كده من الاخضر ده الطويل، وممكن تحطي بقى من الاحمر ده كمان اهو.
ونحطه برضو اهو، وما تخليش فيه هوا، تعمليه كده اهو. ماشي يا حبايبي، فعلوا الجرس يا حبايبي، حطوا اللايكات بتاعتكم الحلوه وتابعوني. حاجتنا كلها على قد الايد اهو. حط كده القرن الفلفل الاحمر اللي عندك اهو. ماشي يا حبايبي اهو، زي ما هو اخضر كده. بعد ما نقعتيه 3 ايام في الميه وسبتيه لما ايه المراره بتاعته تروح اه. مفيش مانع لما تحطي قرن فلفل من ده تفتحيه كده وتحطيه معاها، مفيش مشكله اهو. اهو يا حبايبي اهو. اهو يا حبايبي، ولا تسلقيه. لو انت عايزه تسلقيه يبقى انت هتاكليه 10 ايام اسبوع، لكن لو انت هتوزنيه ما تسلقهوش وهتعمليه زي ما هو كده، تقطعي الحته اللي تحت. تحطي بقى الميه اللي احنا عملناها 6 كوبايات ميه، 6 معالق ملح، 3 معالق خل، معلقتين سكر. ده هيقعد معاكي من السنه للسنه وما يتهراش منك. ماشي يا حبايبي، ويقعد تاكلي منه على رمضان، هيستوي وهيبقى كويس. ما تقلقيش وتقولي لا مش هيبقى مستوي، لا هيجي عليك رمضان هيستوى. تعمليه زي ما هو كده، لكن انت لو هتسلقيه يبقى هتاكليه بعد 10 ايام، بعد اسبوع. اهي يا حبايبي، تقفلي كده الغطا كويس عليه وتسيبيه بقى. انت عايزه تاكلي منه 10 ايام اسبوع هتسلقيه، لكن هتسيبيه بقى مده اطول عشان رمضان ويقعد عندك سنه، يبقى احنا ايه هنسلقوه. خلاص يا حبايبي، ايه رايكم بقى؟ صلوا على النبي، حطوا اللايكات بتاعتكم الحلوه، فعلوا الجرس اللي اول مره يشوفني، واشتركوا في القناه. مبدأنا ايه؟ حبوا بعض. القنوات الكبيره تساعد القنوات الصغيره عشان الدنيا تمشي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. الليمون ياما الايام دي ببلاش، كيلو ونص ب10 وب10، الحقوا خزنوا منه. كل سنه وانتم طيبين.